الملف الإيراني يدخل مراحل شديدة الخطورة، والرئيس الإيراني يرد على تصريح ترامب قائلا أي هجوم على خامنئي سيكون بمثابة إعلان حرب. والاحتجاجات الآن في إيران مشتعلة إلى الآن. بالأول لا تنسى تحط لايك وتشارك الفيديو عشان يصلك كل شيء. ترامب يغرد قائلا حان الوقت للبحث عن قائد جديد في إيران. وهذا الخامنئي شخص مريض، لم يكف عرفتم الناس، يعني لسه قام يخلص على الناس. والخامنئي خارج نطاق التغطية. ما حد يعرف وينه للآن صراحة. حاليا ترامب صبره بلش ينفذ، والخامنئي يحاول يتدرك الموضوع بس لا جدوى، لأنه أصلا الشعب كشفوا على حقيقته، كشف إجرامه والدموية اللي بيها، فيعني الشعب أصلا مو رايده. وأمريكا عدها البديل، عدها ابن الشاه. التغيير في إيران قادم، هي بس مسألة وقت. أمريكا حاليا على ما أعتقد تحاول أو إنه تشوف الصيدة اللي تضربها مثل فنزويلا، تريد تضرب ضربة مثل فنزويلا ما تطول الموضوع، يعني ما بدها حيل خذني جيتك طق يشيلونهم ويخلصون الموضوع. هذا هو الموضوع اللي صاير بإيران.